بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. تحليل ماتش الاهلي وسيمبا التنزاني في بطولة دوري السوبر الافريقي، ماتش الذهاب اللي خلص 2-2. الاهلي بدأ كالمعتاد 4-3-3، الشناوي، هاني، كريم الدبيس، اتنين مساكين، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، قدامهم تلاتة، قفشة، ديانج، كوكا، وقدامهم تلاتة، كهربا مهاجم، على اليمين تاو، على الشمال رضا سليم. كولر نزل كهدف في ماتشات الذهاب في افريقيا ان هو بيسيب اللعب للفرقة اللي قدامه، بيهاجم، بيدافع بطريقة 4-4-2 زي ما احنا شايفين هنا، او لو عدينا التلت الاولاني من الملعب هنقفلها ب5-4-1 او 4-5-1 على حسب الكرة فين في الملعب. زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي قدامنا، احنا الاهلي كان نازل ثابت باربع لعيبة ورا. فضلت حاجة مميزة، فضلت موجودة زي ما هي، ان هاني بيلعب كرات في ظهر الباك الشمال، بنحيث ان اللعيبة عندنا يقطع ما بين الباك الشمال والمساك الشمال، زي ما حصلت اكتر من مرة مثلا مع موديست، وحصلت النهاردة في الماتش ده مع ديانج. في اكتر من كرة كان في استغلال لاهم ميزة لديانج، هو انه بيجري عموديا بطول الملعب، من ورا لقدام. هو اسرع واحد يعرف ياخد الكورة ويجري بيها من خط الدفاع او من النص لخط الهجوم. الا ان هو طبعا عنده مشكلة في اللمسة الاخيرة، يا اما بيبصيها طويلة شوية، او ما عندوش طبعا المهارة ان هو يكمل ويخش ويجيب اجوان مثلا. الحقيقة الثرو دوت من الكور اللي بتثبت بعض المشاكل عند كهربا. كهربا هنا كان ممكن يسيب الكورة تطلع لقدام ويبقى يحجز بجسمه على المدافع، والكرة تعدي لقدام ويقدر يدوس عليها ويكمل ويجيب جون، الا ان كهربا اختار ان هو يثبت الكورة ويقف بحيث ان حد من زمايله يقرب له ويقدر يطلع عليه. هنبتدي بقى طبعا دلوقتي فقرة ازاي تجيب جلطة للمدرب بتاعك. طبعا كهربا في الكرة دي مثلا عمل احسن حاجة، رقص المدافع بدل ما يشوط بقى الزاوية قدامك، طب ما تلعب لقفشة. شاطها بشماله الضعيفة، طبعا طلعت بره. الكرة التانية رضا سليم لعبها لك، يا راجل انت ما قدامكش حد، وقف الكورة براحتك والعبها بعد كده. مرة واحدة انت قررت، كهربا قرر ان هو يشوطها مرة واحدة من اول لمسة. الكرة دي ولا احسن مهاجم حاططها كويس جدا، والحارس بتاعهم طبعا اتألق انه يعرف يشيلها. نبتدي بقى شوية غلطات دفاعية في الشوط الأول، يمكن دي كانت أكتر كرة بارزة فيهم. اللعيب قدامه مساحة، هي نفس المنطقة اللي ما بين خط النص للدفاع. اللعيب ماشي طبعا، كل ده خايفين طبعا حد خايف يخش عليه، خايفين يلمسوه. طبعا دخل عدى منهم، دخل 18 عادي جدا، وصل للستة ياردة. حظنا طبعا كان حلو وربنا نجدنا ان الشناوي طبعا متألق الانفرادات الموسم ده من أوله، فقدر ان هو يشيل انفراد، وكنا ممكن بالرغم من كل الفرص دي ان احنا نطلع شايلين جول. طبعا كرة مش محتاجة تعليق، كهربا استلم صح، اللعيب شايل رجليه الشمال، شايل الثابتة، وفي الآخر الحكم ما حسبهاش بنالتي. وطبعا تاو حب يحط التاتش بتاعه، والكرة انفراد سهلة على شمالك، الزاوية مفتوحة، الدنيا كلها سهلة وبتضيع برضو في الآخر. معلش أنا كابتن بيبو، احنا هنتعبك معانا، بس لو سمحت يعني مزنوقين في مهاجم ومدافع برضو والله، يعني يبقى كتر خيرك والله، لأن واضح إن احنا لسه عندنا مشاكل موجودة في الفرقة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بيبتدي الشوط التاني بضغط من الفريق سيمبا على اي لعيب بينزل يستلم من خط الدفاع، زي مثلا ديانج او قفشه، اي لعيب هينزل يستلم هيتضغط عليه. تاني حاجة هو التعليمات واضحة باللعب في ظهر الباكات بتوعنا، في ظهر خط النص وقدام الاتنين المساكين. يعني المنطقة دي أكتر منطقة فيها نقطة ضعف واضحة للأهلي، بيستغل إن خط وسط الأهلي بيلعب على خط واحد، فبالتالي أي كرة بينية سهل جدا إنها تضرب خط الدفاع. الكلام ده موجود ناحية اليمين أو ناحية الشمال، لو لاحظنا نلاقي لعبتنا كلها واقفة على خط واحد، وبكرة واحدة سهل جدا إن أنت تضربه. الكرة دي مثلا بنلاحظ ان اللعيب من على الناحية الشمال لو بس فكر يلعبها اللعيب اللي قدام اللي على ال 18، هتبقى سهل جدا ان هو يخش بوشه، سهل جدا يلعبها لحد من زمايله. بالظبط نفس كرة سيد معوض ومحمد شوقي كده في ماتش مصر والبرازيل. اقرب مدافع في مسافة كبيرة ما بين اقرب مدافع للمهاجم بتاعهم، وبالتالي اي كرة لو كان المدافع ده، لو كان بس اللعيب ده ذكي شوية ولعبها للعيب اللي على ال 18، الكرة كانت ممكن تبقى جون بسهولة.
من الحاجات اللي كانت واضحة جدا ان هم عندهم تعليمات في ان هم يقفوا قدام ال 18 في الكور الثابتة اكتر من مرة. اتنين لعيبة بيقفوا على قوس ال 18، اي كورة تانية الكرة التانية هياخدوها سهل جدا يشوطوا، سهل جدا يعملوا منها خطورة، خصوصا ان دفاعنا كله بيبص بس على الكرة ومركز مع اللعيبة اللي في ال 18. نيجي بقى للمشكلة الكبيرة وهو تنظيمنا الدفاعي في الكور الثابتة. نبص للجون الأول، هنلاقي إن إحنا معلمين على قفشة وعلى المهاجم. مرة واحدة قفشة المهاجم جري عادي جدا، قفشة واقف يتفرج عليه ما عملش أي حاجة. مرة واحدة بقينا في موقف 3 مهاجمين على 2 مدافعين. اللعيب اللي جاب الجون هو المان اللي كان ماسكه قفشة. قفشة مرجعش، وللأسف طبعا الدفاع بقى موجود طبعا في حالة يرثى لها يعني، فبالتالي لبسنا جون عادي جدا يعني. طيب نشوف هنا رامي ربيعة اهو بيشاور على دماغه، ده قبل الكرة قبل الجون التاني. هنلاقي ياسر ابراهيم بيشاور بايديه، يعني هنلعب مان تو مان مش هنلعب زون، لحد كده ما فيهاش مشكلة. طيب نيجي للجون التاني، كرة كورنر، عندنا رضا سليم واقف على القريبة، هاني واقف في ال6 ياردة ماشي، وعندنا رامي ربيعة مع المهاجم، لحد كده احنا ما فيهاش مشكلة والتنظيم بتاعنا تمام زي الفل. طيب الكرة بتتلعب مرة واحدة، بنلاقي ان المهاجم قاطع اصلا قبل طب قاطع من قدام رامي ربيعة ومن قدام محمد هاني. تمام. وبيلعب عادي جدا وما فيهاش مشكلة، والكرة دخلت جون ولا كأن في اي حاجة. المشكلة الاهم ان دي غلطة مركبة ما بين هاني وربيعة، وفي نفس الوقت غلطة برضو مع رضا سليم. رضا سليم اتحرك من على العارضة القريبة بدون داعي، اتحرك من على العارضة والكرة لسه ما اتأكدش هي وصلت لزميله ولا وصلت للمهاجم. غالبا دي اول مره طبعا يعملها فما فيهاش مشكله، بس هو كان لازم ياخد باله انه ده كان المكان اللي بيقف فيه طبعا علي معلول، فيمكن هو كان يعني لسه مش واخد على انه يقف ازاي على العارضه القريبه والكره بتتلعب كره ثابته. طبعا استمرار الغلطات الدفاعيه، وجود لعيب على ال 18 فاضي ما بين خط النص وخط الدفاع، ما بيفيش اي حد ماسكه، اللعيب قدامنا فاضي ما فيش اي حد مراقبه، الدنيا تمام قوي بيه زي الفل خالص. بنشوف بعدها بنلاقي ان اللعيب المهاجم لعب الكورة تمام بالعرض، مفيش اي مشكلة، المهاجم معاه مدافع من عندنا لحد كده تمام. في لعيب بقى مشاورين عليه، ده فاضي، ده محدش قرب منه يا جماعة. نيجي بعدها المهاجم قام ووقع ولسه اللعيب فاضي، طبعا انا عاملها بالسهم على الغلط، بص اللعيب اللي جوه ال 18 تمام ده فاضي مفيش اي مشكله. الكره دي بعد ما الدفاع شالها راحت للمهاجم، والمهاجم مش والمهاجم شاطها والشناوي شالها انفراد. دي كرة العارضة، لو بصينا لكل اللعيب اللي معاه الكورة عنده كذا اختيار، هو لعبها على شماله وجت في العارضة لحد كده مفيش مشكلة. اللعيب ده بس لو رفع عينيه وشافها باليمين هيلاقي يعرف يلعبها ثرو للعيب اللي جاي لزميله اللي على اليمين، ممكن يروح انفراد عادي جدا، لعيبتنا واقفة غلط أصلا. الشناوي بقى حب يعلي على الدفاع، جه يلعبها جت في العارضة، جه يلعبها بالبوكس، قلشت منه ونزلت في قلب ال 18 عادي جدا يا جماعة. الشناوي غلطان برضو في الجون الأولاني لما اتأخر في ان هو يطلع ياخد الكورة أصلا، واعتمد ان هي ممكن تطلع بره. في الكور الثابتة كان في اعتماد كبير من كولر في الشوط التاني بالتحديد على ياسر إبراهيم ان هو يبقى التارجت اللي نلعب عليه الكور الثابتة. ياسر بيلعب كويس قوي بدماغه طبعا، فبيجي من ظهر المدافع من على العارضة البعيدة، بيقدر ان هو يعمل خطورة او يلعبها. لو شفنا هنا الكرة دي، ده مثلا كرة الجون التاني، الكرة اتلعبت ياسر على البعيدة، ياسر اسيست لكهربا، والجون التاني تعادل. خلاصة الشوط التاني وخلاصة الماتش ان احنا نستنتج ايه بقى بعد الهري ده كله؟ ان احنا محتاجين مدافع. احنا ما ينفعش ان احنا نفضل نعتمد على وجود محمد عبد المنعم بس، ويبقى عندي ربيعة وياسر ابراهيم ومتولي المصاب على طول. لو سمحت يا عم كولر اطلب مدافع اجنبي، حتى لو هنضحي بلعيب زي ديانج انا ما عندناش مشكلة. وفي الاخر خليك دايما فاكر ان الاهلي هيفضل طول عمره حديد في حديد.